طيب كده يبقى احنا اتكلمنا عن الفونت فاميلي، اتكلمنا عن ان قلنا هو بتقدر من خلاله تحدد نوع الخط بتاعك. الفونت سايز تقدر من خلاله تحدد حجم للفونت بتاعك. الفونت ويت بتدي للفونت بتاعك وزن. والفونت ستايل احنا لسه قايلين بتدي شكل جمالي للعنصر بتاعك. تعالوا نخلي او نعمل مثال على كل واحده. فونت فاميلي مثلا، تعالوا نختار اي حاجه بالمنظر ده. فونت سايز مثلا هنختار 50 بكسل. تعالوا ندي فونت ويت بولدر ايا كان. وبعد كده عندنا فونت ستايل، خليه ايتاليك، ممكن تبقى اوضح شويه بالمنظر ده كده. تمام. طيب هنخش على النوع اللي بعده. ده ان شاء الله مش فيه حاجه، بس حاول ان انت تركز فيه معايا شويه. في عندنا حاجه اسمها اللاين هايت، وهنا عايزك تركز او تدي حته فوكس شويه على اللاين هايت. يعني ايه اللاين هايت؟ لاين هايت هو ارتفاع الخط نفسه عن زميله. ارتفاع الخط نفسه عن زميله. على سبيل المثال تخيل مثلا انا هنا عامل باراجراف عادي، لورم ابسون، ده شويه خطوط كده موجوده في باراجراف. ده خط، وده الخط اللي بعده، وده اللي بعده، وده اللي بعده. فانا جيت قلت له والله انا عايز الباراجراف اللي موجود عندي ده، عايز لاين هايت بتاعه وليكن 1.2. هتلاحظ ان المسافات بدأت تبعد، او مسافات الخطوط عن بعضها البعض هتبعد. تخيل كده لو جيت قلت له مثلا 3، بص كده المسافة ما بين كل خط والتاني. فانت حرفيا اللاين هايت بتقدر من خلالها تتحكم في ارتفاع الخط عن زميله او عن الخط التاني بالظبط. تمام. طيب ايه بقى الارقام اللي انا بكتبها هنا دي وبتريفير لايه، او ايه نظامها يعني؟ انا مش عايز ان انا استفيض فيها قوي، بس هاجي اقول لك حاجه. اللاين هايت لما اجي اعرفها بس كقيمه كده، يعني اجي اقول له مثلا 1 3 من 10 و2 3 براحتي على حسب القيمه اللي انا بديها له. واحد هنديله مثلا 4 من 10، بس انا هدخلهم في بعض براحتي عادي. طب القيمه دي بيجيبها منين، او بيقيسها ازاي؟ آم، ده كده لو انا عايز اقول له هنا ان اللاين اتش اي لاين هايت من 10 كده تايم ده فونت سايز element. بمعنى اصح ان انا لما اجي اقول له انا بدي لك قيمه هنا بدون اي حاجه، فانا بقول لك ان ارتفاع الخط ده هو 4 من 10 مره حجم الخط اللي انت مديه للعنصر ده. طب لو انت ما اديتلوش حجم خط، هو بيحسبه اوتوماتيك انا عنده على حسب الحجم الطبيعي او الديفولت بتاع الخط اللي موجود عندي. ده لو انت عايز تديها بالمنظر. هي مفيش ناس بتدقق قوي في المعلومات دي. يعني انا لما باجي اختار مثلا على سبيل المثال، او لما باجي في طبيعه الشغل، انا ما بشتغلش بالطريقه دي. انا عن نفسي بشتغل ان انا باجي الانسبكت مثلا، اقول له والله انا عايز واحد. طيب 1 2 1 3 4 5 6 7 لحد لما اشوف الشكل اللي قدامي ده زي اللي انا عايزه ولا لا. ده لو انا بشتغل كده اعتباطيا يعني. اما لو واخد قيمه من الديزاينر، هلاقي الديزاينر مديني بيقول لي اللاين هايت، والله اللاين هايت بتاعك 1.2 مثلا، او 1.4، فانا هاخده احطه زي ما هو، زي ما الديزاينر مديهولي بالظبط. لكن دي كمعلومه ليه. وطبعا في قيم تانية او حاجات تانية، لو احنا مثلا مدينه بالبيكسل، مدينه بالنسبه المئويه. كل الكلام ده هناخده ان شاء الله لما ندرس اليونتس، بس عشان ما تتلخبطوش فيها. دي معلومه بس كده على جنب، لو حابب ان انت تبص عليها يعني. لحد اللحظه دي في حد مسقط اي حاجه معايا؟ مم. طيب ماشي. ده كده بالنسبه لي لحته الفونت. طيب هناخد في عندنا حاجات هي خاصه بالفونت، بس ريليتد اكتر، هنقول عليها بالتكست. يعني ايه ريليتد اكتر بالتكست؟
التكست عندنا اللي هو كطبيعه الكلام نفسه، مش على الفونت بقى، لا كطبيعه الكلام نفسه ان انا اقدر اتحكم فيه. على سبيل المثال لو انا جيت في حاجه ممكن يكون كلكم اخدتوا بالكم منها، لو انا عندي مثلا ده لينك ايا كان ايه اللي موجود فيه لينك، لاحظ ان في تحت اللينك ده خط. لو جيت عملت انسبكت كده تلاقي في حاجه خاصه بالتكست هنا بتقول لك تكست ديكوريشن اندرلاين. انا عايز اعمل خط تحت العنصر ده. طيب القيمه دي اقدر اغيرها؟ انت هنا بتبدا تتلاعب بالتكست نفسه بقى. ممكن اجي اقول له والله انت عندك اللينك بتاعك تكست ديكوريشن، انا هخليها لك نون. انا مش عايز اي تكست ديكوريشن، هو شالها من هنا خلاص. انا مش عايز اي تكست ديكوريشن لللينك ده، انا عايزه بالمنظر ده خالص. واقدر اتحكم في الكلر بتاعي. اجي اقول له كلر وليكن جرين، المنظر اللي انت شايفه ده. فانت حرفيا من هنا او من اللحظه اللي احنا بنبدا نشرح فيها دي، انت بتبدا تجمع ان العناصر اللي انت بتاخدها دي كلها بترفلكت معاك على العناصر اللي موجوده هنا عشان تديك الشكل اللي انت عايزه. وفي عناصر بطبيعتها بتبقى موجوده بالشكل اللي انت شايفه ده، واخده قيم ديفولت زي العناصر البلوك والانلاين اللي احنا كنا اتكلمنا عليهم قبل كده. فاول حاجه احنا اخدناها او حاجه خاصه او ريليتد بالتكست. بعد كده نعملها كده، اقول له تكست. اول حاجه واحد هناخد دي تكست ديكوريشن، ان انا بتحكم لو في اي ديكوريشن تحت العنصر ولا لا. طيب تاني حاجه، ودي برضو ممكن هي تفيدكم، بس هحاول ان انا يعني هحاول اشرحها. بس ايه المشكله؟ ان هي محتاجه وحدات القياس معاها، او مش محتاجه وحدات القياس، محتاجه بس ان انا اشرح شويه معلومات تانية اضافيه ليها. بس تعالوا نحاول فيها كده. لو جيت انا قلت مثلا عندي ده وليكن div لورم ابسون عادي، ركزش اللي انا كاتبه ده div ولا باراجراف ولا ايه، بس عايز اي عنصر. طيب ده كده عندي عنصر عادي تمام. تعالوا نحط جواه مثلا، بلاش باراجراف، هنحط جواه كلمه تيست. لو انا جيت عملت كده انسبكت على العنصر ده، تلاحظ ان العنصر ده اللي هو التيست ده جاي في الاول هنا خالص. طب انا عندي مساحه كبيره، العنصر ده واخد حرفيا الصفحه كلها، واخد حرفيا الصفحه كلها. وهنا بقى ممكن نبدا نحتاج الناس اللي هي في الادفانسد ليفل شويه، او الناس اللي هي متقدمين عن اقرانهم في الشرح شويه. لو انا جيت قلت لك الديف ده، تعالى بس نعمل ده كومنت. جيت قلت لك الديف اللي قدامي ده انا عايز اعمله تكست الاين سنتر. تعالى كده بص شوف ايه اللي حصل. دلوقتي عندي العنصر ده جه في النص، انا اتحكمت هنا او بتحكم هنا في التكست نفسه، في الكتابه نفسها، مش في حجم الخط او حاجه ريليتد بالفونت. ركز عشان تبقى ما تتلخبطش ما بين الفونت وما بين التكست نفسه او التكست ككل. فونت انا بتكلم على او ريليتد بالفونت نفسه بتاع التكست، اما التكست انا بتكلم على التكست ككل. ايه الكيسز او الحالات اللي هي ان انت ممكن تعملها عليه او تغيرها فيه. فانا لما اجي ان انا اغير من القيمه دي اتغيرت تمام. فليه؟ لان هو في مساحه هنا، فالراجل جه هنا. لو ممكن اجي اقول له مثلا ليفت، ده طبعا الوضع الطبيعي بتاعك. طب لو جيت قلت لك رايت، هي بالمنظر اللي انت شايفه ده. في حاجات تانية في ان في ما اعرفش جاستيفاي ليفت رايت، في حاجات كتير، بس انت في الغالب هتتعامل بالثلاث قيم دول. هنا بقى نيجي نسال سؤال. لو الديف ده انا رحت مثلا قايل له ده سبان، ورحت قايل هنا سبان، فالمفروض ان العنصر ده تكست الاين بتاعه سنتر، صح؟ العنصر ده ما جاش في السنتر. طيب الباشمهندس محمود ناصر موجود معايا؟ معاك يا باشمهندس. تقدر تقول لي ليه العنصر ده ما جاش في النص زي زميله مع ان مديله برضه تكست الاين تمام. سنتر؟ تمام، العنصر دوت اونلاين يعني بيبقى يعني حجمه بيجي على اللي هو بيبقى ياخد على قد الكلمة. بياخد قصدك الفول ويدث بتاعه على قد التكست اللي مكتوب، صح؟ اه. اه تمام. طيب سؤال، لو جيت للعنصر ده وجيت قلت له
الويدث بتاعك مثلا آم، اسف جيت على العنصر ده اللي هو السبان، جيت قلت لك الويدث بتاعه مثلا 500 بكسل بالمنظر ده، تقدر مم. تقول لي ما اتطبقتش ليه؟ عايز اديله ويدث عادي يعني. لا هو عنصر اونلاين، الكل انا انا بياخد. انا هقف لك عليها عشان انت تستشف، ولو في حد تاني عارف الاجابه يعمل رايز هاند. انا هقف لك عليها علشان اخليك تستشف الاجابه شويه. هم. حاول تقرا، لو في حاجه حصلت قدامك انت شايفها مش طبيعيه اقرا شوف، هي مش ملاحظ ان دي باهته شويه عن اللي فوق؟ اه يعني معنى كانها مش شغاله، صح؟ مش شغاله، الخاصيه ما بتطبقش معاها الله باين. ينور عليك. ليه بقى؟ اقرا كده وقول لي ايه اللي انت فهمته من الموجود ده. النايل بروتيز، الإفكت بتاعها ما بيطبقش على الويتس ذات، ما بيطبقش في اللي هو اللاين لانه بروبرتي الخاصية لانه بتاعته. لانه بطبيعته عنصر اونلاين. لاين. طب لو اه عايز اخلي الويدث ده ياخد افكت عليه، احول العنصر ده لايه؟ لعنصر بروك. ما تركزوش في الخاصيه دي يا شباب، فانا هحول بس العنصر ديسبلاي العنصر نعمله بلوك. بالظبط، بالتالي الويدث اشتغلت، بالتالي الخاصيه دي اشتغلت. تمام. ايه بقى اللي انا، طبعا في ناس هتقول لي هي جايه هنا مش جايه في النص او مش جايه في السنتر، هي جايه في السنتر بالنسبه للمساحه. ركز، انا مدي 500 بكسل، يعني كل ما ازود المساحه هتبقى في النص بالنسبه للمساحه. بصوا تحت كده، هي في النص بالنسبه للمساحه بالظبط، المساحه اللي انت مديها لها. ماشي، شكرا جدا، متشكر جدا. ايه اللي انا عايزكم تستشفوه من اللي انا قلته؟ ان من اللحظه دي هيبدا في بعض العناصر تبقى ريليتد ببعض، او تبدا انها تعتمد على بعضها البعض. يعني لما يبقى في انا عايز اعمل تكست الاين سنتر لعنصر بالمنظر ده، مش هيشتغل لان العنصر ده انلاين. فبالتالي ببدا ان انا اراجع بقى معلوماتي القديمه، وهنا بقى يجي دور الناس اللي هي ذاكرت قبل كده وطبقت كتير، هتبدا انها تجمع معايا. لكن اللي مسقط حاجه من اللي انا بقوله يراجع على المحاضرات مره تانية. من اللحظه دي هتبدا ان انت كل حاجه تبقى يعني تلاحظ بعض البروبرتيز ريليتد ببعض. هنا ليه ده ما اتطبقش؟ لان ده عنصر اونلاين، والعنصر اونلاين ما بياخدش الفول ويدث بتاعه، بيبقى واخد على قد التكست اللي هو موجود فيه زي ما انت شايف كده. فما فيش مساحه ان هو يتحرك فيها، ان هو يجي في النص. وعلشان انا اديله مساحه لازم اديله ويدث المنظر ده، ولكن اديت 500 بكسل. طب برضه ب 500 بكسل دي مش هتطبق عليه، لان خاصيه الاونلاين نفسها بتمنع الويدث ده ان هو يتحرك. فلازم ان انا اغير الخاصيه بتاعته او طريقه الديسبلاي، طريقه العرض بتاعته علشان يجي في النص بالظبط. آه في حد مسقط الجزئيه اللي أنا بتكلم فيها دي؟ طيب ماشي، ده كلام عظيم. بعد كده بالنسبه للخاصيه اللي هي تكست الاين، في عندك ليفت، في عندك رايت، في عندك سنتر. طيب في عندنا احنا دلوقتي اتكلمنا على حته التكست الاينمنت، وفي اتكلمنا على ماشي، ممكن نتكلم على الليتر سبيسنج برضه، دي خاصه بالتكست. انا هاجي اعمل كومنت، هاجي هقول له ليتر سبيس نورمال، هي الوضع الطبيعي بتاعها نورمال. عندي مثلا كلمه زي كده. طيب بص كده ايه اللي يحصل لو جيت مثلا بص كده ايه اللي حصل ما بين الحروف. حد فيكم بيلاحظ الشكل ده في اي موقع قبل كده، او لاحظه في اي موقع قبل كده؟ الليتر سبيسنج ان انت بتعمل مسافات ما بين كل حرف والتاني في التكست. باختصار بسيط، ليتر سبيسنج ان انت ما بين كل ليتر والتاني، او ما بين ما بين كل كاركتر والتانية، انت حضرتك بتعمل سبيس او مسافة على حسب وحدة القياس اللي انت بتديها لها هنا. تمام يا شباب؟ بالتالي دي ما فيهاش اي مشكلة بالنسبة لكم يعني. طيب ده كده بالنسبة للليتر سبيسنج. في حاجة تانية دي هتاخدوا ليها بديل في الجافا سكريبت ان شاء الله وفي لغة البرمجة، بس هي هنا بتفيدك بشكل ستاتيك، يعني بيديك الشكل الجمالي اللي انت منتظره. هتلاحظ احيانا ان انا عندي كلمة زي كلمة تيست بالمنظر ده، دي كلمة كلها سمول، هنشيل بس الليتر سبيسنج بالمنظر ده. دي كلمة كلها سمول عادي، عايز احول حروفها لكابيتال.
فانا اقدر في خاصيه عندي او بروبرتي عندي اسمها تكست ترانسفورم ابر كيس. ابر كيس يعني اخلي كل الحروف ابر كيس او كابيتال بمعنى اصح، زي ما انت شايف كده. واقدر اغيرها لو انا عندي مثلا كلمه بالمنظر ده هي اصلا كده، فخلاص تمام انا مش عايزها ابر كيس بقى. في عندك حاجه تانية اسمها لور كيس. لور كيس. طب امال ايه كابيتالايز اللي موجوده دي؟ بص كده كابيتالايز، ففي عندك فصل زي ما احنا اتكلمنا عن الايتاليك اوبليك فوق، برضو عايزك تقرا عن الاثنين دول. يعني كابيتالايز دي ماشي خلت لي الحروف كلها كابيتال، صح؟ او ولا الحروف هنا نعملها كابيتال؟ لا، ده انا الحروف هنا اعملها كابيتال. انا هخلي الكلمه سمول عادي، يا رب ما اكون مخطئ بس. تيست كابيتالايز بالظبط كده. يبقى كابيتالايز دي لا كده ما فيش اختلاف ما بينها وما بين اللي هي الابر كيس. الابر كيس هتخلي لك الجمله كلها كابيتال، لكن الكابيتالايز هي هتعمل لك اول حرف من الكلمه كابيتال. طب تعالوا كده نجرب لو في عندنا اكتر من كلمه. يعني تيست محمد سمول مثلا، خلت اول حرف من كلمه محمد. طب لو عندنا مثلا لوريم ابسون بالمنظر ده، دي كابيتال 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 كابيتال. يبقى الكابيتالايز تمسك كل حرف من اول الكلمه بتاعتك وتخليه كابيتال كيس. اما لو انت جيت خليت دي ابر كيس، ابر كيس يعني بقول له خلي كل الحروف اللي موجوده في الكلام كابيتال. ولما اجي اقول له لور كيس يعني خلي لي كل الحروف اللي موجوده عندي سمول. في حد رفع ايده بس انا ما خدتش بالي. ما خدتش بالي منك. لو في حد عمل رايز هاند عايز يسال او حاجه اتفضل. ماشي. غريبه. اتاكد اني سمعت حد. طيب لحد اللحظه دي في حد مسقط حاجه يا شباب؟ طيب هنبدا ناخد خاصيه لطيفه جدا هتبدا انها تدي لك او تضيف لك شويه تاثيرات على التكست بتاعك. خليني معاك واحده واحده فيها. انا هبدا ان انا اعمل دي كده، اجي اقول لك تكست شادو. ايه بقى التكست شادو دي؟ التكست شادو دي بتخليني ادي شادو للكلمه نفسها. تعالى بس نغير دي. ماشي ماشي، خلي دي H1، خلي دي مثلا محمد، وممكن نديله ستايل. نجرب الاونلاين ستايل. ممكن نديله باك جراوند كولر ريد علشان تبدأ تظهر عندنا شوية يعني. ماشي كده انا عندي عنصر عادي عايز اديله تكست شادو. ايه بقى السنتكس الطبيعي بتاع التكست شادو؟ يعني انت عندك تكست شادو. التكست شادو ده بتعمل بيه ايه؟ بضيف بيه شادو على العنصر او ظل على العنصر. عارف انت لما يبقى في بعض الكلمات كده اللي عليها ظل موجود، انت ممكن ما تبقاش مستوعب هي عامله ازاي دلوقتي، بس مع المثال هتبدا ان انت تشوفها. طب ايه القيم اللي هي بتقبلها؟ هي حرفيا بتقبل يعتبر ادي مثلا ممكن نقول بتاع 4 قيم اساسيين. لو انت في عندك مثلا، سيبك من اللي انا هعمله ده، انا هعتبر ان ده كومنت. هي بتقبل ايه؟ بتقبل منك شادو، الاتش شادو اللي هو الهوريزونتال، وبتقبل منك الفيرتيكال. يعني انت مثلا الطول والعرض اللي انت عايز تعمل مثلا اتجاهك من فوق لتحت او اتجاهك من اليمين للشمال براحتك على حسب الظل اللي انت عايز تعمله او المكان اللي انت عايز تحدد فيه الظل. وبعد كده في عندك البلور. ممكن راديوس ممكن اشبه حته البلور دي بايه؟ عارف لما بتبقى بتغسل مثلا وشك في الحمام مثلا بميه دافيه، والميه دي تبدا تخرج كده على المرايه، مثلا لو في مرايه موجوده في الحمام ولا حاجه بتبدا تعمل كده زي شبوره كده او بلور كده. ممكن انت تبقى شايف شكلك او صورتك، شكل وشك يعني لكنه ايه ضبابي شويه. لو مسحت بايدك شويه ممكن تشوف الصوره اوضح. لو مسحته خالص او شلت البلور ده خالص بتحس ان وشك مظبوط او زي ما هو.
اللي هي ممكن نسميها درجة التشبع بمعنى أصح. فدرجة التشبع بتاعة الظل دي إيه؟ خفيفة، تقيلة، ظاهرة، كل الكلام ده. دي بنمثل عنها بالقيمة اللي أنت شايفها. بعد كده بنبدأ نحط الكلر أو اللون اللي إحنا عايزين نعمل بيه الظل. أنا مش عايز الظل مثلا أسمر، أنا عايز الظل أصفر، براحتي. فتيجي هنا تقول له تكست شادو، أنا مثلا عايز 10 بكسل، 10 بكسل. ممكن نخلي البلور مثلا 5 بكسل بسيطة، ونقول له الكلر وليكن يلو، أصفر مثلا، للعنصر اللي هو سبان ده. هو العنصر ده سبان ولا أنا غيرته؟ H1، العنصر اللي اسمه H1. حد ملاحظ الشكل هنا؟ أنا عامل اللون الأحمر علشان طب ممكن نخلي ده ريد ونشيل ده خالص. أنا بحاول إن أنا أظهر الشادو قدر الإمكان. حد كده شايفه؟ شايف الظل بتاع كلمة محمد بنفس الحروف ظاهرة عندكم؟ ماشي كده يبقى ظهر. طيب كده انت بدأ يظهر الظل بتاعك. بص كده، هل كلمة محمد اللي ورا دي واضحة؟ لا هي مش واضحة. ليه؟ معمول لها بلور، واخدة كده ايه، شكل ضبابي شوية. تقدر ان انت تتحكم في البلور ده زي ما قلت لك من القيمة اللي هي الثالثة. والله انا عايز مثلا ده 10 بكسل، بص تحسه خلاص بقى ضبابي اكتر. طب عايز اوضحه، يبقى انزل. لو خليته واحد بص كده اللي هيحصل. طب لو خليته زيرو، كأنك طابع الكلمة، كأنك خلاص مسحت المراية، وكأن ده ظل ليك، كأن ده ظل ليك. في ناس بتعمل بقى اشكال كتير جدا من التكست شادو ده. يعني ممكن نخلي دي مثلا 1 بكسل او 3 مثلا بكسل، وبدل ما هي من فوق نازله قوي كده، ممكن نخليها مثلا 1 بكسل كده، ومن تحت، وهنا من اليمين والشمال اسف، وهنا من فوق ومن تحت. حد ملاحظ الشكل اللي انتوا شايفينه ده؟ ممكن نخلي دي مثلا 2 او 1. بصوا الشكل اللي انا طلعته في النهايه. ففي ناس كتير جدا، في اشكال كتير جدا، تقدر ان انت تدخل على النت وتبحث على تكست شادو سي اس اس examples. تقدر ان انت تدخل تشوف الالوان والاشكال وكل اللي نفسك فيه بالمنظر ده على W3 سكولز، وعلى مواقع كتير تشوف امثله وتحاول ان انت تطبقها. لان التكست شادو من الحاجات اللي انت هتحتاجها، واللي هتلاقيها موجوده في اي ديزاينر او اي ديزاين. هتلاقي فيه شادو للعناصر اللي موجوده عندك. انا نفسي في طبيعه شغلي لسه مخلص شغل النهارده بالتكست شادو زي ده. تمام. دي غير حاجه اسمها البوكس شادو، لو في حد يعني هيسال او حاجه. طيب كده انت قدرت تتحكم في الحاجات اللي من فوق، الحاجات اللي من العرض، الشادو اللي من فوق ومن تحت، الشادو اللي من العرض، الشادو الفلور او درجه التشبع بتاعه، والكلر بتاعه. تقدر ان انت تغيره عادي براحتك خالص، تقدر تتحكم فيه زي ما انت عايز. في هنا عندك بس تاسك بسيطه. تمام. ازاي اعمل هنا تو شادو؟ تاسك how to make two shadows in CSS. ازاي تقدر تعمل 2 شادو او تدمج 2 شادو مع بعض؟ انا هنا زي ما قلت لك انا باخد شادو واحده، والقيمه بتاعته زي ما انت شايف، درجه لون، تشبع، وطول والعرض بتوعه، على حسب ما انت عايز، من فوق ومن تحت واليمين والشمال. لحد اللحظه دي في حد مسقط اي حاجه؟ ماشي. ده كلام فوق العظمه. آم، طيب كده احنا خلصنا الجزء الخاص بتكست. في حد عايز يقول حاجه؟ طيب في عندك من ضمن تاسكات. انا ليه بدي لك تاسكات كتير النهارده؟ مفاجأة. أعتقد النهاردة الخميس وبكرة الجمعة، بكرة مفيش محاضرة، فمع سيادتك يعتبر هنا ممكن نحسبهم 3 أيام، النهاردة وبكرة وبعده. تقدر إن أنت تخلص فيهم التاسكات دي بسهولة، هي ما تاخدش منك ساعتين زمن يعني. تمام؟ طيب ففي عندك تاسك، ابحث لي على التكست، أو
انا ممكن ادي لك اسم البروبرتي، بس انا مش هدي لك اسم البروبرتي، انا هقول لك تبحث على ايه. ابحث على تكست رابنج ان سي اس اس at least one example for it. عايزك تبحث لي عن خاصيه اسمها تكست رابنج في السي اس اس، وتديني على الاقل مثال واحد ليها. تمام. طيب كده ابقى انا خلصت الجزء الخاص بالتكست، خلصت الجزء الخاص بالفونت. طيب هنبدأ نخش على حاجة من الحاجات المهمة جدا واللي لا غنى عنها حرفيا في كل الشغل بتاعك. تمام. انا هبدأ ان انا اعمل لده، او ماشي هبدأ ان انا اعمل لده كده كومنت، ولا انا مش محتاج دول كلهم خالص، تقدر ان انت تجيبهم من الفيديو عادي. انا عندي عنصر زي ده، ماشي، وهبدأ ان انا اتكلم عن اليونتس in CSS. قبل ما اكمل في سؤال كده او استفسار، انا بفكر ان انا انزل حاجه على القناه، بس انتوا بمناسبه انكم انتوا اللي بتحضروا، فانتوا اللي تقدروا تحددوا الحاجه دي انا انزلها ولا لا. بما انكم شغالين معايا، الحاجات اللي انا بقولها في السي اس اس دي مفيده، ولا تقدروا ان انتوا تكملوها لوحدكم وابدا انا في الجافا سكريبت؟ يعني انا شايف نسبه الحضور في السي اس اس اقل منها في الاتش تي ام ال بكتير. ف فمش عارف، بيجيني احساس ان الناس حرفيا بتاخد الكلام ده اللي هو راس طوب. فايه الوضع الطبيعي بالنسبه لكم؟ لو مش مفيد او مفيش معلومات انت شايفها بتضيف لك جديد، عرفني علشان ما اقعدش اضيع وقت في الدبلومه وحرق وقت على الفاضي. طيب في حد؟ مم. طيب باقي الناس ما عندهاش اي اراء خالص انها تقولها؟ هي دي ما فيهاش كسوف. انت لو مش مستفيد قول لي مش مستفيد، حتى لو انت حاضر معايا. انت ممكن تكون حاضر معايا ومستواك ادفانسد مثلا، وشايف ان المعلومات اللي انا بقولها دي مش بتضيف لك شيء. طيب اتفضل يا باشمهندس. هي مفيدة وكل حاجة، بس ممكن يبقى الريتم بتاع السي اس اس هو بطيء سيكا شوية. قصدك يعني نسرع الريتم نفسه؟ في السي اس ممكن في السي اس اس يبقى الريتم متسرع شوية. الجافا بقى هو اللي هيحتاج طبعا حاجات ياخد وقت أكتر في البروميسز والدوم مانيبيوليشن والكلام ده. تمام قوي. حلو. رأي ممتاز. انا حاولت اعمل ده على فكره السيشن دي، انا قلت كده في الاول، بس يعني هحاول ان انا يبقى الريتم او ان انا احضر للمحاضره. آه، اعتقد روان برضو من الناس اللي هي كان المستوى بتاعها ادفانسد، مع ذلك بتقول مفيده، دي حاجه كويسه. معرفش بتجاملوني ولا ايه، بس ماشي تمام. انا هاخد برايك ده برضو، احطه هعمله في الحسبان يعني. طيب السي اس يونتس او اليونتس اللي موجوده في سي اس اس، ايه هي اليونتس او وحدات القياس اللي موجوده في سي اس اس؟ وحدات القياس في سي اس اس احنا بنقدر ان احنا نقسمها لاكثر من نوع. انا هدي بعض الانواع دلوقتي، بعض الانواع هديها لك في التاسك ان انت تراجعها او تبص عليها، علشان احنا فعلا محتاجين ان احنا نسرع الموضوع شويه، فهيبقى فيه شويه لود عليه. بنقسمهم لايه؟ في عندنا اكتر من نوع. في عندنا ال بنسميهم الابسوليوت يونتس. الابسوليوت يونتس يعني كده نقسمها. واحد، ممكن نسمي دي اب ابسوليوت، اعتقد كده يونتس. ابسوليوت يونتس ماشي. اللي هي الوحدات المطلقه. يعني ايه الوحدات المطلقه؟ يعني الوحدات اللي هي ملهاش علاقه بغيرها، هي انكابسوليتد على نفسها، بتقيس نفسها بنفسها. بمعنى منها اول حاجه البيكسل، منها بيكسل. يعني ايه البيكسل؟ انت دلوقتي سيادتك شايف الشاشه اللي قدامك دي، تمام؟ طيب الشاشه اللي قدامك دي اللي انت شايفها، كل جزء في الشاشه، انا جيت مثلا رحت على صوره زي كده، فتحتها وقعدت ان انا اقرب، بص كده لما اجي اقرب 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 اقرب، كل جزء من الصوره دي، او ممكن نجيبها لك من على النت بحيث تبقى اوضح شويه. آه،
لا تقريبا كده حاجه ممكن تبقى شبه كده. الشاشه بتاعتك بشكلها الطبيعي بتبقى عباره عن كده، متقسمه لبيكسلز، متقسمه لبيكسلز. كل جزء من الشاشه عندك اسمه بيكسل، 1 بيكسل، ومجموعه البيكسلز دي مع بعضها بتكون لك الصوره اللي حضرتك بتشوفها في النهايه، زي اللي انت شايفها قدامك دي او ايا كان. تمام؟ فدي كده البيكسل الواحده. فانا اجي اقول لك ايه، دي 1 بيكسل يبقى 1 واحده او بمقياس واحده بيكسل من دول، بمقياس 2 يبقى مقياس 2، 4 بيكسل يبقى 4 بيكسل. ما اجي اقول لك 10 بيكسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، فهي هتاخد ال 10 بيكسل دول. ايا كان بقى انت بتحدد هايت، بتحدد ويدث، بتحدد سايز، ايا كان اللي انت بتعمله. انا هنا بتكلم على وحده القياس اللي انت بتقيس بيها نفسها. تمام؟ طيب يبقى لما اجي اقول لك مثلا الفونت سايز 10 بكسل، كاني بقول له ان الخط او حجم الخط بتاع الاتش 1 اللي انا كاتبه ده هياخد 10 بكسل من الشاشه نفسها، فخد 10 بكسل من الشاشه نفسها. تمام؟ طيب دي كده بيسموها الابسوليوت يونتس او الوحدات اللي هي الايه، المطلقه. تمام؟ في نوع تاني من الوحدات المطلقه برضو احنا ما بنستخدموش، في الغالب بيبقى بيستخدم في عمليه البرينتنج او عمليه الطباعه، الا وهو البوينتس، البي تي، البوينتس. ده ما بنستخدموش كوحده قياس اكتف عندنا او فعال عندنا. بدل مثلا ما اقول له 10 بكسل اقول له مثلا 10 بي تي او 10 بوينتس. دي بنستخدمها بس لحد او في عمليه الطباعه نفسها. بص كده لما تيجي تطبع بتلاقي الشكل او الوضع متغير معاك. عمليه البرينتنج مختلفه تماما عن ان انت بتيجي تكتب هنا في الدوكيومنت. تمام؟ دي ما بنستخدمهاش خلاص عشان ما اكونش كداب بكذب عليك يعني. دي كده بس لازم اقولها يعني من باب العلم بالشيء. في عندك بقى نوع تاني من الانواع، ودي بقى بيسموها to relative units. يعني ايه relative؟ يعني ليها علاقه بغيرها، وحده قياس بيسموها relative. يعني ايه relative؟ يعني ليها علاقه بغيرها، مرتبطه بغيرها شويه. يعني انا دلوقتي لما اجي مثلا اقول لك تعالى اعمل حركه لطيفه، تعالى اقول لك ان في ديف، ماشي؟ الديف ده دي ستايل باك جراوند كلر ريد، المنظر ده. وهاجي هنا على الاتش 1 اقول له باك جراوند كلر يلو مثلا، واجي ادي الديف ده مثلا يعني هايت 500 بكسل بالمنظر ده. طيب انا عايزك هنا تركز في حاجه بعيدا عن لسه احنا هشرحها او لا، بس عايزك تركز في حاجه. انا دلوقتي اديت الديف كله لون احمر زي ما انت شايف بالمنظر ده. تمام؟ واديت العنصر اللي جواه اللي هو الاتش 1 اديته لون اصفر، فالعنصر اللي جواه فعلا عمل اوفر رايد او خد مساحته كامله، عشان العنصر ده موجود جوه الديف فخد مساحته كامله، او اللون بتاعه خد المساحه كامله. لما انا اجي، انا مش شايف تقريبا ان انا اقدر اوضحها لك اكتر من كده. لما اجي اقول لك ان ده مثلا او الفونت سايز، او ما اجي اقول لك الويتس مثلا بتاع العنصر ده عشان توضح اكتر، ويتس 50%. يعني ايه ويتس 50%؟ بص كده لما اجي اعمل حركه زي دي او اجي اقف هنا كده، اعتقد بدات توضح بالنسبه لك. هنا البرسنتج او النسبه المئويه دي من ضمن وحدات القياس الريلاتيف اللي ليها علاقه بايه؟ ليها علاقه بالاب بتاعك، الاب اللي انت موجود فيه. انا موجود كاتش 1 موجود جوه الاب بتاعي اللي هو الديف. الديف ده واخد ويتس معين. تمام؟ انا بقول لك انا عايزك بمعنى اصح يا اتش 1 يبقى الويتس بتاعك 50% من الويتس بتاع الاب اللي انت موجود جواه. 50% من الاب اللي انت موجود جواه. ايه اكبر دليل؟ اكبر دليل ان ده مساحه الاب كامله اللي هي الحمراء. لما قلت للاتش 1 او للمساحه الصفراء خد 50% منه او خد 50% ويتس، ده معناه ان هو حسب حجم الاب قد ايه، وراح جاي على النص بالظبط وقال له حاسب انت هنا هتاخد الويتس او نص الويتس بتاع الاب اللي انت موجود جواه. قصدك ايه؟ ان انا لو رحت طلعت الاتش 1 دي بره هي مش هتاخد 50% من حجم الاب اللي جواه؟ لا، لاحظ ان انت هنا
دلوقتي بقى الاب بتاعك البادي، والبادي اوتوماتيك بيبقى واخد الفول ويتس بتاع البراوزر نفسه، بيبقى واخد الفول ويتس بتاع البراوزر نفسه. يبقى لو انا جيت هنا وقلت له مثلا 300 بكسل للديف، وانا عامل حاجه غلط اسف، جيت مثلا قلت هنا ويتس مثلا 400 بكسل. بص كده، هل ده دلوقتي واخد النص بتاع ده بالظبط؟ لا، انا ممكن اكبره لك شويه، مثلا نخليه 700. بص كده المساحه بتاعته، هل ده واقف عند النص بالظبط؟ لا. طب ايه اللي هيحصل لو انا جيت دخلت ده مثلا كت كده وخليت دي 700 زي ما هي او 600، ورحت مدخل دي جواها؟ ايه اللي حصل؟ هتلاحظ ان ده مساحته كبرت شويه. ليه؟ بص، انه حرفيا بياخد نص المساحه اللي موجوده عندك. حد مسقط حاجه حتى اللحظه؟ انا خفت الميتنج يكون قفل بصراحه. حد مستوعب النسبه المئويه وضعها ازاي؟ عشان انا بلاحظ ان في ناس كتير بتستخدمها حتى في التاسكز اللي فاتت، هو بيستخدمها كده، يعني العنصر ممكن ما يبقاش موجود جوه حاجه وهو بيستخدمها وخلاص. تمام؟ فدي بتبقى اليونتس ريليتد او اليونتس ريلاتيف يعني ليها علاقه بغيرها او معتمده على حاجه في غيرها. وفي عندك اللي هي ال اول نوع من انواع الريلاتيف، في عندنا اللي هي البرسنتج او النسبه المئويه. طيب انا كده يعتبر خلصت اول واحده من او اول يونت من اليونتس اللي هي الريلاتيف. طيب في عندنا انواع تانية من الريلاتيف، في عندنا انواع تانية من الريلاتيف، بس في عندك تاسك فيهم، انا اللي يهمني دي، عشان اكون صريح معاك، البكسل هشيل دي عشان برضو ما تتلخبطش. انا اللي يهمني في الابسوليوت عندك البكسل، اللي يهمني برضو في الريلاتيف في عندك البرسنتج، وفي عندك الحاجات الخاصه بالفيو بورت. يعني ايه الفيو بورت؟ الفيو بورت اللي هو رؤيه الشاشه نفسها او الحجم بتاع الشاشه نفسها اعتمادا عليه. دي بنستخدمها في الريسبونسيف لي اوتس، لما نيجي نعمل مثلا نتحكم في الشاشات الصغيره والريسبونسيف لي اوتس واحجام الشاشات والكلام ده، بنبدا ان احنا نستخدمهم. فانا لو شرحتهم لك دلوقتي مش هقدر ان انا ادي لك مثال كافي عليهم، ما هو الا اني هلخبطك ما بينهم وما بين نوع ثالث موجود عندي اسمه الفونت ريلاتيف يونتس. يعني انا قصدك ان انا عندي ريلاتيف وعندي حاجات خاصه بالفونت نفسه. في حاجات بنستخدمها دايما مع الفونت اسمها فونت ريلاتيف يونتس. يعني ايه الفونت ريلاتيف يونتس؟ هي وحده خاصه بالفونت، حلو، بس ايه بقى معنى كلمه ريلاتيف؟ انها برضو خاصه بحاجه، والاكثر شهره فيهم واللي احنا بنستعملها اللي هي الار اي ام. حد استعمل الار اي ام قبل كده في الشغل بتاعه ولا كلكم بتستعملوا البيكسل؟ ماشي اتفضل. بستعمل ريم على طول اغلب الوقت. طيب تقدر تقول لي الريم دي ريلاتيف لايه؟ انت اللي جبته لنفسك. ماشي انت اللي جبته لنفسك، انا صدتك وانت وقعت. ماشي للفونت سايز الستاندر بالبكسل. يعني الفونت سايز الستاندر بتاعي لو 14 بكسل، هي ريم ريلاتيف ليها. يؤسفني ان انا اقول لك لا. ليه بقى؟ الار اي ام هي فونت ريلاتيف، بس ريلاتيف لمين؟ ريلاتيف للروت اليمنت بتاعي. بمعنى انا جيت عندي في البادي مثلا يعني، وجيت قلت البادي ده والله واخد مثلا الفونت سايز، احجام كل الحاجات اللي احجام الخطوط كلها اللي جوه الاتش تي ام ال بتاعي وليكن 100 بكسل بالمنظر ده. فبقى حجم الخط بلاش 100 بكسل دي كبيره قوي، خليها مثلا 40 بكسل. يبقى حجم الخطوط او حجم اي خط او اي عنصر موجود جوه البادي هيبقى حجمه كام؟ 40 بكسل. لو جيت هنا قلت الفونت سايز ده انا عايزه 1 ار اي ام، الواحد ار اي ام دي ريليتد بمين؟
بالبادي ولا ريليتد بالبيكسل ولا ريليتد بمين بالظبط؟ افتح المايك عادي. لا، للروت اللي انا بكتبها في الاول لما بعمل الستار وبكتب يعني جواها انا فونت. قصدك لو غيرت دي مثلا خليتها كده هيتغير؟ لا، متاكد انه ما اتغيرش؟ يعني لو جيت ما شلت هو دي كده ورجعت اتغير ولا ما اتغيرش؟ هنا اتغير. لو جيت خليت دي 5 ار اي ام، هل في حاجه اتغيرت؟ لا، مش هتتغير في الباقي. انما لو غيرتها بقى في الروت عندك، لما تعمل ستار وتكتب مثلا فونت سايز معين لما اعمل ايه؟ هتتغير. لما تعمل روت في السي اس اس، اها. يعني هو ايه تحط المقصود بالروت؟ ان انا بحط قيم للحاجه مثلا اللي انا عايزها تمشي على الصفحه كلها بتاعتي. يعني نعم. يعني ايه؟ يعني مثلا ممكن احط ان انا بحط في الروت اليمنتس عندي مثلا مارجن زيرو، مثلا بادن زيرو، عشان انا ابدا لكل عنصر لوحده ابدا اديله الحاجه بتاعته، ما ياخدش الستاندر بتاعه. تمام. حد عنده رأي تاني في الجزئية دي؟ طيب اتفضلي يا هي ابني. هو قصده على اليونيفرسال اللي هي الاستريك، اها. لما بتحط فيها الحاجات اللي هي المارجن زيرو وبعدين زيرو وفون سايز، فهو قصده على الاستريك اللي هي بتبقى فوق البودي. يعني انا لو عملت استرك كده بالمنظر ده وقلت فون سايز 10 ار اي ام، ده معناه ايه؟ ما كلهم خدوا 10 ار اي ام، اكيد ده مش حجمه هنا مثلا، مش حجمه 1 ار اي ام بالمنظر ده. هو الواحد ار اي ام بياخد فوق، يعني لو حطيت اللي فوق دوت 14 بكسل مثلا هتلاقي نقول 16 مثلا. ماشي وصل، هياخد منه ريليتد منه. خد منه. طيب لو خليت دي 2، هتبقى الضعف، يعني المفروض دي تبقى كام الفونت سايز بتاعها؟ هيبقى 32. يعني لو خدت دي كده وقلت convert pixels او convert pixel to rm، ممكن ناخد ده. حلو ده. ممكن نحط دي، احنا قلنا هنا كام ار ام؟ 2 صح؟ 2 يعني لو قلنا كده مثلا 2، قلنا كالكوليت، هو ما بيحسبش ليه؟ هو كده واخد ار اي ام على ار اي ام. اه. طب ماشي. طب كده مفيش حاجه برضه. احنا بنصعب على نفسنا ليه؟ نخش موقع تاني يعني. يعني المفروض ان انا الاثنين بيكسل ده يبقى كام؟ 32. الاثنين ار ام كام بيكسل؟ 32 بكسل. 32 بكسل. يبقى لما تيجي يا شباب تشتغلوا، الله ينور عليك طبعا، لما اجي هنا احط واحد ار ام، الواحد ار ام، الواحد ار ام دي معناها 16 بكسل. الواحد ار ام بتساوي 16 بكسل. فلما انت تيجي مثلا تحط 16 بكسل لحاجه او ايا كان، ده معناه ان انت واحد ار ام. ليه انا بوضح لك المعلومه دي دلوقتي؟ لانك لما تيجي تشتغل في الديزاين بتاعك، احيانا الراجل بيبدا ان هو يكتب لك، او راجل الديزاينر مش واخد باله من حته الار ام والبيكسل، هو مش راجل فرونت اند، هو راجل هيكتب لك مثلا وليكن فونت سايز بتاعك ده وليكن مثلا 10 بكسل. انت لازم تبقى عارف ال 10 بكسل دي بتساوي كام، او ال 16 او الواحد ار ام بتساوي كام بكسل، وتبدا تحول كل الفونت سايز بتاعتك اللي موجوده عندك في الموقع الار ام. طب احنا بنستفاد من حاجه زي دي ازاي؟ او بنستفاد منها في ايه بالظبط؟ بنستفاد منها ان انت لو جيت في اي يوم، عايز تغير في احجام الفونت سايز اللي موجوده عندك، وليكن الهيدلاينز انت مديها حجم خط معين بناء على الروت اليمنت بتاعك او على العنصر الاساسي او الاب الاساسي بتاعك، وجيت في يوم من الايام اللي عايز تغير كل الاتش 1 اللي موجودين في الموقع، تمام، كل الاتش 1 اللي هم ريليتد بالروت ده، هتبدا تعمل ايه؟ هل هتروح تغيرهم واحد ورا الثاني؟ لا، هتبدا ان انت تروح تغير في الروت اليمنت بما يناسب احجام الخطوط اللي موجوده في الهيدلاين. احنا ادينا مثال كافي عليها؟ لا. ادينا مثال كافي عليها؟ لا. شرحناها؟ عارف. الله ينور عليك. عارف ان انا ما شرحتهاش بالشكل الكافي، بس مش عايز ان انا ادخل لك الار ام. يمكن باشمهندس مينا عارف ان احنا لو دخلنا دلوقتي الار اي ام مع الاي ام مع الفيو بورت مع الفيو ماكس، حرفيا انا واثق ان انت هتطلع مش فاهم حاجه من المحاضره. فعشان كده انا جزئتها. معلش استحملوني شويه، ان انا بحاول قدر الامكان ابسط الدنيا في الحاجات اللي فيها تشابهات ما بينها وما بين بعض عشان انتوا ما تتلخبطوش.
اتفضل. كان في حد رفع ايده؟ الميتنج بقاله 6 دقايق. ماشي، في حد رفع ايده تاني؟ اتفضل يا باشمهندس احمد. ايوه، ليه استخدم ار اي ام ما اشتغل بالبيكسل عادي؟ طيب تاني، انا دلوقتي رحت حطيت دي بالبيكسل، ماشي، وعندي عناصر تمام. وعندي عناصر تانية او ايا كان اللي موجوده فيها برضو مستخدم الفونت سايز بتاعها 5 بكسل 6 بكسل 7 بكسل. طيب الطلب مني ان الخطوط او الفونتس اللي موجوده في الموقع بتاعي دي انها تعلى شويه او انها تكبر شويه، سواء الهيدلاينز او الحاجات اللي موجوده دي. هتعمل ايه في كل عنصر من دول؟ مش هتروح عليه واحد واحد وتبدا ان انت تغيره بالمنظر ده، صح؟ لا، انا اقصد ان احنا نشتغل بيكسل. ليه اشتغل ار اي ام؟ ده اللي انا بحاول اوضحه لك، ما انت جاوبني. انا دلوقتي عندك موقع فيه 10000 سطر سي اس اس، حلو. ممكن اعمل روت ممكن تعمل واعمل ايه؟ فار. روت حلو. وفار. حلو، هتمسك بقى تعمل روت اوفر ايه؟ انت تقصد ايه، على السي اس اس بالظبط. فاريبلز يعني؟ اه لا، انا مش بتكلم على السي اس اس فاريبلز، انا بتكلم ان انت حجم الخط هنا بالنسبه للحجم بتاع الروت نفسه. ان انا ليه استخدم حاجه زي الار اي ام؟ انا دلوقتي عندي روت او الاساس بتاعي اللي انا حاطه، وليكن زي ما انت قلت مثلا سيس فاريبلز، بس انا مش عايز ادخل السيس فاريبلز دلوقتي. لو انا بتكلم على الار اي ام بس، سيبك من الفاريبلز دي دلوقتي، انا هتكلم على الار اي ام بس. لو انا عندي دلوقتي 10000 سطر كود، وموجود في ال 10000 سطر كود دول عنصر واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، هل انت هتروح تحدد في السيس فاريبلز حجم لكل واحد فيهم؟ يعني مثلا ده واخد 10، الثاني واخد 9، الثالث واخد 20، الرابع واخد كذا. هل انت هتروح تحدد القيم الثابته دي عندك في السيس فاريبلز؟ هل ده انت شايفه صحي؟ عارف انت لا. كده هتعمل كام قيمه؟ مم. لو كل ما اكيد. السكيل المشروع بتاعك يكبر هتضطر ان انت تدخل قيم جديده، صح؟ تمام. طيب لو انا بقى عايز ان انا اكبرهم من غير ما انا الجا لحركه زي دي، ببدا ان انا اديهم بالار اي ام علشان يبقوا ريليتد للاب، وممكن احط قيمه للاب موجوده عندي فين بقى؟ زي ما انت قلت في السي في اس اس السطر. فاريبل. تمام. ولما اغير القيمه في السي اس فاريبلز والروت ياخدها، هيبداوا هم يتغيروا بناء على الحجم اللي خده الروت. فبالتالي انا تمام. غيرت في 10000 سطر بقيمه واحده او بحاجه واحده. اوكي. واصلك؟ دي حاجه. انا طبعا هكلمك على حته البيكسلز ما بين الار ام والبيكسلز، بس مش دلوقتي. تمام. بس انا عايزك تعرف الفرق ما بينهم الجوهري يعني. في حد تاني رفع ايده؟ يا جماعه حد بيرفع ايده ولا انا ما باخدش بالي؟ الميتنج يفصل. عامه انا كده يعتبر خلصت الجزء ده. مش عايز منكم بعد اذنكم محدش يبحث على اي يونتس ثانيه. كل المطلوب منك التاسكات اللي انا اديتها لك فقط لا غير، تعرف الفروقات ما بينهم. التاسكات اللي انا اديتها لك تحلها، وان شاء الله باذن الله هحاول اديكم تاسك كده خفيفه كلي اوت كده تعملوه بجانب التاسكس دي، بما ان انتوا معاكم يومين راحه. اشوفكم على خير في المحاضره الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.